عملت اليوم كبة برغل بعجينة ممتازة وبنصحكم انكم تجربوها وعجنتها بدون استخدام الماكينة. شوفوا معي هاي الوصفة لآخر الفيديو. أول خطوة رح أعمل الحشوة. ضفت لها زيت نباتي مع البصل المفروم وضفت عليهم اللحمة المقطعة قطع صغيرة يعني على شكل عصافيري، حطيت الماجي وبعدين تركت على نار هادية حتى تستوي براحتها. وبعد ما استوت ضفت هون البهار اللحمة والشطة والفلفل الأسود. غير هيك ما بعمل إضافات، فيك انت إلك الخيار تضيفي البهارات اللي بتحبيها. وضفت هون طبعا البصل المفروم وحركته حتى يدبل. ومجرد ما استوت معي الحشوة ضفت هون اللي هو المكسرات. كان عندي متوفر مكسرات اللي هو اللوز المبشور، طبعا يفضل الصنوبر واللوز، وفيك تحطي اي نوع من المكسرات اللي انت بتحبيها. اما بالنسبة للعجينة انا عجنتها هان. اول حاجة ضفت 4 أكواب من البرغل الناعم مع 4 أكواب مي مغلية ونقعتها لمدة نص ساعة. ومجرد ما تشربت معي ضفت 2 معلقة كبار من النشا والبهارات اللي انا حطيتها زي ما هي مكتوبة، بهار اللحمة والملح، وحطيت بودر الماجي. وبعد ما انا كورتها وحطيت الحشوة بقلبها صارت جاهزة عندي للقلي. لازم تكون الزيت حامي، وطبعا لازم يكون عميق، ما يكون زيت قليل، لازم يكون الزيت منيح بتضيفوه. ومجرد ما يحمى معكم قلع على نار عالية من غير ما تخفضي النار. طبعا هنا بتقلبيها بهذا الشكل حتى تتحمر معك، بتعطيك اللون الذهبي الحلو، وبتقلبيها بهذا الشكل وبتكون هيك استوت معك. لازم يكون النار عالية وانتوا بتقلوا في الكبة حتى تنجح معكم. هلا شايفين منظرها ما احلاها، كتير بتشهي وبتطلع قرمشة، بتطلع مع عصير طيب. وجربوها. طبعا في بالعجينة بحبوا يضيفوا الكمون، انا ما بحب نكهة الكمون عليها، وهذا خيار وبرجع على حسب كل واحد ايش هو بحب. هاي طريقتي في عمل الكبة، وصحة وعافية. وهلا انا انتظروني مع فيديو جديد بوصفة جديدة، ومع السلامة.